أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم مع كين وبنعرف إنه شغال قاتل مأجور، وبيكون في الطريق لعملية قتل جديدة. وأول ما بيوصل بيتفاجئ إنه مصنع ألعاب، واللي هيقتله صاحب المصنع واسمه ماكس. وبيكون بيتفرج على آخر لعبة اتعملت في المصنع، وبيتمم على باقي اللعب اللي موجودة في المكان، لغاية لما بيشوف لعبة منهم في غاية الروعة، فبتعجبه وبياخدها معاه لمكتبه. ولما بيدخل بيفتح المكتب بالكارت الخاص بيه، وساعتها بيشوف كين ماكس في المكتب بتاعه، وبيكون ده أنسب وقت لقتله. وفعلا بدأ يستعد وجهز عدة الشغل، وبنشوفه هو بيحط كاتم صوت للمسدس، ولبس كمان قناع على وشه علشان محدش يتعرف عليه. وبعدها بتاع الأمن بيسمع صوت جاي من بره، فبيطلع يشوف فيه ايه. وساعتها بيلاقي موبايل مكتوب عليه إن فيه قنبلة هتنفجر، وبدأ في العد. فبيترعب واستخدم الكارت اللي معاه وأخد الموبايل ورماه في أبعد مكان، لكن كين بيكون في انتظاره وبيخدره وبينام. وبعد ما بياخد منه الكارت اللي بيفتح الباب بيخفي جثته، وبيروح للكاميرات علشان يعرف مكان الراجل بتاع الأمن التاني. وفي الوقت ده بيفصل كل الكاميرات الموجودة، وبعدها بيوصل للراجل بتاع الأمن التاني وخدره هو كمان، وسحب جثته وخفاها. وبيوصل للمكتب اللي فيه صاحب المصنع، وأول ما بيشوفه ماكس بيترعب وبيكون قلبه حاسس، لكن كيم بيضربه كام طلقة في صدره من غير رحمة، فبيقع على البرواز بتاع والدته وبيموت. فبيشوف كين الصورة وبيلاحظ التوقيع الغريب اللي عليها، وبيلاقي كمان اللعبة اللي كانت عاجباه ماكس وبياخدها معاه. وبعدها بيسافر كين في الطيارة علشان يروح بلده، وبيبعت رسالة للي قال له قتله علشان يعرفه إن خلص مهمته وعايز باقي فلوسه. وبعدها بيوصل وبينزل من الطيارة، بيلاقي في الأخبار خبر وفاة ماكس، وللأسف مش عارفين مين اللي قتله. وبيوصل كين للفندق اللي قاعد فيه، وبيدخل ياخد شاور وعادي خالص ولا كأنه عمل حاجة. ولما بيخرج بيحط اللعبة اللي كانت معاه في الباترينا الخاصة بتاعته، وبتكون عبارة عن تذكار من كل ضحاياه. وبيفتح اللابتوب علشان يتأكد إن الفلوس وصلت لحسابه، وبيروح في النوم من تعب السفر. وبيصحى بعد شوية على صوت خبط على الباب، فبيروح يشوف في الكاميرات مين اللي بيخبط على الباب، فبيلاقي موظفة الاستقبال هي اللي بتخبط عليه، فبتسيب له علبة قدام الباب وبتمشي. فبيفتح كين الباب وبياخدها وبيكون خايف من اللي جواها، لأنه بيشك في كل حاجة. وفي الوقت ده بيقرر إنه يفتح العلبة بالراحة، لأنه بيكون خايف اللي يكون فيها قنبلة ولا حاجة. وللأسف مش بيلاقي أي بيانات للراجل اللي بعتها له، لكن لاحظ اللوجو اللي على العلبة وبيعرف إنه من مصنع الألعاب بتاع ماكس. ولما بيفتحها بيلاقيها عبارة عن جنود جيش بكل أسلحتهم، وبيتأكد إن اللعب دي من مصنع ماكس، وبيكون مش عارف إيه اللي بيحصل. فبيبص عليهم وبيتأكد إنهم ألعاب ومفيش خوف منهم، فبيسيب العلبة مفتوحة وبيروح ياخد المشروب بتاعه. وفجأة بيسمع صوت جاي من عندها، ولما بيبص بيلاقي العلبة كلها واقعة على الأرض. فبيقرب منها وبيلاقي العلبة كلها فاضية ومفيهاش أي جندي، فبيحس إن في حاجة غلط بتحصل. وفجأة بيلاحظ إن الستارة اتحركت، ولما راح يشوفها ملقاش أي حاجة، وده يا عزيزي خلاه يترعب أكتر. وفي الوقت ده بيلاحظ إن الأباجورة انطفت لوحدها، ولما بيشوفها بيلاقي السلك بتاعها مقطوع. وبعدها بيلاقي نور المطبخ بينطفي واحدة واحدة، فبيروح كين للمطبخ علشان يعرف ايه اللي بيحصل. وفجأة حاجة ضربته في رجله، وفضل كين يتألم من الوجع. ولما بص على رجله لقى سلاح لعبة صغير، فبيتعصب كين وبيتجنن وبينزل يبص تحت. ويا ريته ما عمل كده، لأن ضرب النار اشتغل عليه من كل حتة، وبيكون عبارة عن رصاص صغير بس مؤلم جدا. وبنشوف كين وهو بيحاول يتدرى منهم في أي مكان، لكن يا عزيزي بيضربوه بأربجيه صغير في رجله، فبيقوم يستخبى منهم في الحمام. فبيبص على الجرح وبيلاقيه غويط، وبعدها بيجيب مراية يشوف بيها ضرب النار، واللي فضل شغال وموقفش. والهدف من كل ده فصل أي حاجة بتنور في المكان. وساعتها بيشوف الجنود المراية اللي مع كين، فبيضربوا عليها صاروخ وبيفجروها، فبيدخل معظم الإزاز بتاعها في وشه. وبدأ كين يطلعه وهو متعصب ومتضايق. وبعدها دخل على أوضته اللي جنب الحمام، وأخد المسدس بتاعه من الدرج، وطلع لهم بره وفضل يضرب فيهم في كل حتة، لكن مش بيعرف يصيبهم. فبيوصل للبار بتاعه واخد الرشاش اللي جواه، وفضل يضرب في الكنبة بغل لغاية لما غربلها. وبعدها شال الكنبة من مكانها وزقها بعيد. والصدمة يا عزيزي كانت هنا، لما شاف اللي كانوا بيضربوه هم الجنود اللعبة، وبنلاحظ ان كلهم ماتوا ما عدا حاجات بسيطة. وبدأوا يجمعوا نفسهم من تاني علشان يضربوه، لكن كين بيدوس على واحد منهم، فحاولوا يضربوه تاني لكن بيرد عليهم بالمسدس اللي معاه. وفجأة ظهرت له 3 طيارات، وبدأوا يضربوا عليه صواريخ، لكن بيلحق نفسه على آخر لحظة. وبعدها بتقرب طيارة منهم وبتعوره في وشه، فبيقع المسدس من ايده من كتر الألم.
لكن بيقدر انه يصيب واحدة منهم وبتنفجر. وبنشوف الطيارة التانية وهي بتضرب على كين، فبيهرب من تاني وبيستخبى جوه الحمام، وبيقفل الباب على نفسه وراح يبص على وشه في المراية، فلقاها متشلفط على الآخر وإيده كمان مفتوحة، فراح غسل وشه وربط إيديه. وهو خارج بيلاقي صاروخ اخترق الباب وعمل فيه فتحة، وساعتها بتدخل منه الطيارة، فبياخد كين فوط الحمام وبيلف الطيارة بيها، ومسكها ورماها على الأرض وفضل يضربها برجله. وبيرجع يبص من الفتحة اللي في الباب، بس بيلاحظ إن الطيارة لسه بتتحرك، فبياخدها وبيرميها في القعدة، وبينزل عليهم المية، وأخد الفوطة اللي معاه وسد بيها الفتحة اللي في الباب. وفجأة بيسمع صوت جاي من القعدة، فبيتعصب وبيحط الاستشوار في الكهرباء وبينزله في المية، فبيكهرب الجنود وبيموتوا. بس بيعمل قفلة والكهرباء بتفصل في المكان كله، ومن أعمالكم سلط عليكم. وبعدها جاب إبرة وخيط وبدأ يخيط في الجرح اللي في رجله، وفضل يبص حواليه علشان يلاقي حاجة يحاربهم بيها، ومفيش قدامه غير علبة البيرسول. وبيروح يشيل الفوطة علشان يعرف ايه اللي بيحصل بره، فبيتفاجئ بمدفع بيضرب على الباب، وساعتها بيترعب كين وركبه بتخبط في بعضها، وما بيكونش قدامه غير انه يهرب من الشباك. وبيمشي على السور واحدة واحدة علشان لو وقع هيروح 100 حتة. ومن حظه الاسود ان في طيارة شافته وبدأت تضرب عليه صواريخ، لغاية لما بتصيب ودنه إصابة قوية، لكن بيقدر يتماسك وبيضرب عليها آخر طلقة من مسدسه وبيفجرها. وبعدها بيتحمل على نفسه لغاية لما بيوصل لبلكونته، وفضل كين مستخبي في البلكونة وبيشوف الجنود هما بيستعدوا للهجوم بآخر مدفع معاهم. فبيبص كين حواليه وبيلاقي بطة لعبة وولاعة وطفاية حريق، وساعتها بيقرر الحرب عليهم، فبيرمي البطة في حمام السباحة علشان يشتت انتباههم، وبيدخل عليهم بالطفاية ورشهم بيها. فبيحاول الجنود التانيين يهجموا عليه، لكن كين بيولع الولاعة ورش البيروسول وسيح بيهم الجنود، وراح بعدها جاب السكينة من المطبخ وفضل يقطع فيهم. وفي الوقت ده الغاز اللي في الطفاية بيخلص، فبيشوفوه باقي الجنود، وقبل ما بيضربوا عليه النار بينزل عليهم كين ضرب لغاية لما بيفعصهم. وراح جمع كل اللي فاضل من الجنود وبدأ يفحص فيهم لا يكون في حد لسه عايش، بس مش بيلاقي أي حاجة تهاجمه. وبعدها بياخدهم يدخلهم الفرن علشان يولع فيهم، وساعتها بيسيبهم في الفرن وبيروح ينزل حمام السباحة علشان يسترخي ويهدي شوية من اللي شافه. وهو في المية بيتفاجئ بحاجة عورته تعويرة كبيرة في ايديه، فبيطلع بسرعة من الحمام وبيربط الجرح اللي في ايده، وراح جاب خيط وإبرة وخيط بيهم الجرح. وبعدها بيطلع من الأوضة وبيحاول يهرب وهو مرعوب لدرجة إنه بيفضل يتلفت حواليه وخايف، وبيروح يركب الأسانسير وبيدوس على زرار النزول، بس بيكون مش مطمن وقلقان، فبيسمع صوت جوه الأسانسير، وفجأة انفجرت لوحة التحكم في وشه، فبيعطل الأسانسير وبيقف. وفجأة بينفتح السقف وبينزل منه جندي صاعقة قوي جدا وأكبر من الجنود التانية، فبيحاول كين يدور عليه بالكشاف اللي معاه، لكن الجندي بيعوره في رجله بالسكينة، ومن سرعته بيطير عليه وبيعوره كمان في ايده، فبيربط كين دراعه بالحزام علشان يوقف النزيف. وبعدها الجندي بيطلع من فتحة السقف، وساعتها بيفجر قنبلة في هزة الأسانسير، فبيترعب كين وبيحاول يطلع من فتحة السقف بصعوبة، لكن بيلاقي الجندي قريب منه وعايز يقتله، لكن كين بيلحق نفسه على آخر لحظة ونزل على ظهر الأسانسير التاني ودخل جواه، وساعتها بيدوس على زرار النزول. بس المصيبة بقى إن الجندي كان وراه، وبنشوفه هو بيطلع فوق كين وبيصرخ بصوت عالي، ومن كتر الغل بتاع الجندي بيطعنه كام طعنة في صدره بالسكينة، فبيتألم كين وبيزقه بعيد عنه. وأخيرا الأسانسير بيوصل للدور الأرضي والباب بتاعه بينفتح، فبيعمل كين إنه هو مغمى عليه، وأول الجندي ما بيحاول يقرب منه بيمسكه كين، ومن الغضب اللي هو فيه بيحط راس الجندي على باب الأسانسير، فبيحاول يصد الباب لكن بيكون أقوى منه وبيفرتك دماغه. وفي الوقت ده بيكون فاكر إنه اتخلص منه، بس يا عزيزي بيكتشف إن جوه الجندي قنبلة وبتكون على وشك الانفجار، فبيفقد كين الأمل في الحياة لأنه مش قادر يتحرك، وساعتها بتنفجر القنبلة فيه ومن قوتها بتولع في المكان كله. وبيخلص فيلمنا، ولو حابين ألخص لكم أفلام بتحبوها اكتبولي في الكومنتات.